اهلا ومرحبا بكم. اليوم في هذا الفيديو ان شاء الله رايحين نتكلموا على المسابقه اللي فتحت جديده تاع شبه الطبي لسنه 2023. في الاول لازم نوضح باللي المسابقه فتحت غير في ولايه جلف، يعني باقي الولايات ما زالوا، واي جديد ان شاء الله رايحين ننشره لكم في القناه. يعني ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. نبداو بالرتب المطلوبين. هي مساعد للصحة العمومية وأعوان رعاية أطفال بالصحة العمومية ومساعدين جراحين الأسنان للصحة العمومية. لكن في الأول كاين توضيح صغير، هو أنه المسابقة متخصصة لكل من له مستوى ثالثة ثانوي وراسبين في امتحان البكالوريا فقط، يعني نيفو ترمينال. يعني اللي عندهم الباك ما يقدروش يشاركوا في المسابقة. كذلك طلبة الجامعيين، يعني المتحصلين على شهادة البكالوريا قديمة كانت أو جديدة، يعني ما عندهمش الحق باش يشاركوا في هذه المسابقة كونهم يحملون مستوى أعلى. كذلك بالنسبة للشعب اللي يقدروا يشاركوا في هذه المسابقة هي لكامل الشعب. نمط التوظيف يكون على أساس الاختبارات. عدد المناصب المفتوحة هي 110، 20 في أعوان رعاية أطفال للصحة العمومية، وعندكم 30 في مساعدين جراحين أسنان. أما بالنسبة لملف اللي لازم تدفعوه كما راهو مبين في المنشور، طلب خطي، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، نسخة من الشهادة المدرسية وكشف النقاط للفصل الثالث، استمارة معلومات تملأ من طرف المترشح وتسحب من هذا الموقع اللي راهو موضح أمامكم. وآخر أجل للتسجيلات هو 29 جانفي. في الأخير أي جديد عن مسابقة شبه الطبي لجميع الولايات رايحين تلقاوها إن شاء الله في القناة. يعني ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. سلام.